اهلا بيكم في حلقه جديده من طريق للسكون. انا اسمي ساره عبد المنعم، والنهارده معانا النهارده حلقه جديده. لا بس فعلا حلقه النهارده مهمه قوي، لان دي من الحاجات اللي لما عرفت افهمها فرقت معايا جدا في حياتي. بس قبل ما اخش في ايه الحاجه وايه الموضوع، عايزه افكركم ان طريق للسكون ما هواش برنامج او ما هياش بودكاست بتقول لكم اعملوا كذا في حياتكم والحياه هتبقى جميله. هي مش مواعظ ومش تقديم مواعظ، ومش احنا فاهمين كل حاجه ولا انا فاهمه كل حاجه ولا، لكن هي الهدف منها اكتر تقديم افكار واسئله ومواضيع واكسبيرينسز. ساعات هتبقى معايا انا. حد سالني برضو لما نزلنا الحلقات اللي فاتت، ها بقى وهتجيبوا جاستس مين؟ الله اعلم هنجيب جاستس ولا لا. لكن الحاجه الوحيده اللي اقدر اضمنها لكم ان احنا هنا عشان نتكلم بجد، وعشان نطرح افكار يمكن تغير شويه من الحياه، مش بطريقه انا محتاجه اغير حياتي عشان تبقى كويسه، بس اكتر اني ازود فيها layers او افكار تخلي الحياه فيها سكون اكتر وسهوله اكتر ولذاذه وسلاسه اكتر. فالنهارده من الحاجات اللي فرقت معايا قوي اني ازود سلاسه لحياتي هي التغلب على الخوف. لكن في حاجه مهمه قوي قوي عايزه اتكلم عليها قبل ما نقول انا تغلبت على خوفي. اولا انا ما تغلبتش على خوفي، انا بتغلب على خوفي. الفرق ده مهم قوي قوي قوي، لان تغلبت على خوفي ده معناه ان انا خفت مره واحده، خدت الخوف ده تغلبت عليه رميته في الزباله، شكرا عدينا حياتنا وكملنا طبيعي. لكن الخوف ده حاجه ما بتروحش، ولا هي حاجه انا بتجيلي مره زي البرد كده واخد دواء ويروح. اتس نوت ذات. ده مش فكر الخوف. الخوف ده شيء موجود في حياتنا، موجود في جسمنا. اساسا هو موجود لهدف كويس جدا، وهو حمايتنا. يعني احنا جسمنا بيخاف مبدئيا علشان يحمينا من الاسود، من السرقه، من الحاجات دي، ولكن ده كان الهدف الاساسي. ولكن احنا مع الزمن ابتدينا نزود المخاوف او ابتدينا نكرييت سيناريوز. لكن الفكره من الخوف ده مش شيء نيجاتيف، ده مش حاجه وحشه لينا، ده شيء بيحافظ على حياتنا. فلما بنفهمه بنعرف ان احنا نتعامل معاه بالطريقه المظبوطه، ان هو فعلا يحمينا، ولكن في نفس الوقت ما يوقفناش عن التقدم في الحياه. ودي فكره حلقه النهارده. في نظريه بتقول انه ان الخوف اصله هو الخوف من الموت. وطبعا اي حد بيتفرج من عليا ممكن يفكر انه لا 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 لا، انا مش خايفه من الموت، بس انا بخاف من الهايكنج، او بخاف من الاسانسورات، او بخاف من العلاقات. لكن الحقيقه ان مثلا زمان لما احنا كنا بنعيش في قبائل او في ترايبس، او كنا بنسرفايف ان ا ترايب، كان فكره ان الاصدقائي مثلا يسيبوني، او ان انا انفصل عن القبيله، معناها ان انا هموت، لان معناها ان احنا مش هنصطاد مع بعض، مش هنحمي بعض، مش هنقدر نتحرك مع بعض. فكان الانفصال عن القبيله كان معناه فعلا الموت. النهارده احنا بنخاف ان احنا نخسر بني ادم، وده مفهوم جدا. لكن مش ان انا بخاف اخسره عشان خايف اخسر البني ادم ده او الشخص ده، هو الحقيقه ان انا جسمي خايف عشان محتاج يحافظ على حياتي، فهو بيترجمها لان حياتي هتنتهي لو البني ادم ده مشي من حياتي. فده بيأثر جدا على الطريقه اللي احنا فيها في العلاقات، مثلا تمسك بالاشخاص والخوف من خسارتهم. في انواع كتير جدا هنتكلم عليها النهارده، بس في نقطه عايزه اتكلم عليها مهمه قوي قوي. سمعتها كتير، وهي فكره انه دايما كان بيتقال لي وانا في الريتريتس، اللي هو كتير قوي كنت بطلع ريتريت وببقى عامله او سفريات او ببقى عامله رحلات فيها حاجات مش خطر بس حاجات شجاعه، يعني مسافره مثلا بلد مختلفه، او هقعد في الادغال مثلا 3-4 ايام. وكان دايما الناس بتقول لي بعدها لو انت شجاعه قوي، انت ازاي؟ انا مش عمري ما اقدر اعرف اعمل اللي انت بتعمليه ده. ودي كانت من اكتر النقط اللي فرقت معايا قوي، من ناحيه اني محتاجين تعرفوا حاجه عني. انا طفله او اتولدت شخص جبان جدا، واكشلي هو ما اتولدتش جبان جدا، وانا لغايه النهارده، وده ناس كتير قوي ما بتصدقوش، انا شخص بيخاف جدا. انا كنت بخاف كطفله لدرجه ان انا ما اتعلمتش اركب عجل لغايه ما بقى سني مش عارفه 25. هقول لكم برضو على القصه دي، كانت من القصص اللذيذه قوي في تغلب على الخوف. كنت الطفله اللي بيودوها العيد ميلاد تقعد تعيط وتجري علشان مش عايزه تقعد لوحدها ومش عندهاش صحاب، وكنت بخاف العب استغمايه مع صحابي عشان بخاف اقع. فعمري ما كنت بلعب استغمايه، بخاف اجري لا اقع، يعني فهذا الليفل من الخوف. والخوف ده ما راحش،
وناس كتير قوي لما بتسمع الكلام ده بتقول يعني ايه ودايما بحاول اشرح فكره ان انا بقارن نفسي او بقول ان انا اقل شجاعه من شخص تاني. there is no way، مفيش طريقه البني ادم يقدر يحس بخوف اللي جنبه. يعني انا مهما اقول للشخص اللي قدامي انا خوفي قد ايه هو مش هيعرف، فمفيش طريقه ان احنا نعرف لو اللي قدامي ده بيخاف اقل او اكتر. فانا عندي نظريه بتقول انه مفيش حد فينا ما بيخافش، ولكن كل واحد فينا بيقرر قد ايه الخوف هيوقفه. ومن هنا يجي بقى الموضوع كله على ازاي نتغلب على الخوف. في مقولة معروفة قوي نيلسون مانديلا قالها، اللي هي الخوف الشجاعة ليست غياب الخوف بل التغلب عليه. انا بحب قوي المقولة دي، بس بحب كمان اغيرها شوية، هي بل مصادقته، انك to befriend the fear. فكرة انه courage is not the absence of fear، courage is befriending it، becoming friends with it. يعني ايه؟ يعني خليني احكي لكم قصة. انه مره كنت انا قلت لكم ما بعرفش اركب عجل، اوكي؟ قعدت طول حياتي ما بعرفش اركب عجل، وطول عمري العيال بتاخد العجل في الساحل او في الصيف عامه ويقعدوا يجروا بالعجله، وانا قاعده طفله صغيره منافسين عليهم جدا وحاسه ان انا يعني اي كلام، طفله اي كلام. فكان عندي صديق اسمه احمد عزت، هو كان عمل رحله بالعجله اللي هي من القاهره ل حلايب وشلاتين، 11 يوم بالعجل. وجاء قال لي في يوم بقول لك ايه، احنا عاملين رحله القاهره للفيوم وانتي لازم تيجي معانا نركب عجل. قلت له يا استاذ احمد انا ما بعرفش اركب عجل ولا يعني ما عنديش فكره. قال لي بصي سهله، كل الناس اللي موجوده كانت ناسيه وافتكرت. قلت له لا، ما هو ناسيه وافتكرت ده شيء تاني، انا ما بعرفش اركب، يعني مش زي اللي هو حاجه ما بننساهاش زي ركوب العجل، لا انا ما بركبش العجل، ما بعرفش. فقال لي عادي عادي هتتعلمي، دي سهله وكده. المهم ايه، في يوم من الايام كلمني، خدني في دوكه كده، اللي هو بقول لك ايه الديدلاين فاضل مكان واحد، لازم تلحقي تدفعي دلوقتي. توبا دفعت، اوكي. لقيت نفسي فجاه مشتركه في رحله القاهره للفيوم، هاخد فيها عجله. انا عمري في حياتي ما عرفت اركب عجل، منه لله. قلت خلاص تمام هتصرف. المهم عدت الايام وانا طبعا غالبا في دينايل تام، اوكي، مش انكار، ما فيش حاجه اسمها عجل. وبعدين جيت قبل الرحله دي بيومين، لقيت انه خلاص محتاجه اتعلم اركب عجل، فروح قلت خلاص انا هروح اجيب عجله وهقعد الف في جنب البيت كده، اتعلم جنب البيت. رحت للراجل اشتري العجله، قال لي عايزه بقى نوع الماونتن بايكنج ولا الرود ولا قلت له لونها بينك، عشان وانا صغيره كنت عايزه العجله اللي لونها بينك، عمري ما جبتها عشان فشلت. فاكتشف طبعا الراجل ان انا ما بعرفش اركب عجل. قال لي انت ما بتعرفيش تركبي عجل؟ قلت له لا. قال لي طب بصي انت هتقفي، تعالي اركبي العجله، بصي قدامك ما تبصيش تحت، احنا مبتدئين من الاول خالص، يعني اللي هو ما تبصيش تحت بصي فوق. المهم مشيت كده اللي هو حاجه حلزونيه كده لغايه لما قلت له تمام انا هاخد العجله دي شغاله. خدت العجله رحت جنب البيت قعدت الف، يا دوبك اول يوم عرفت امشي في ستريت لاين اخري، يعني لما كنت عايز اخش يمين بقف انزل من العجله الفها يمين واكمل. المهم اليوم اللي بعده نزلت تاني، تالت يوم كان الرحله اللي هي بتاعت العجل. فقلت خلاص وات انا هروح، انا ايه اوحش حاجه ممكن تحصل، في كده كده اتوبيس جنبنا بيأمننا بياخد الناس اللي تعبانه، فلو انا تعبت هركب الاتوبيس عادي يعني. فبسطت الموضوع، خدت العجله، وصلت هناك مبدئيا لقيت ان هو طبعا عزت كذاب، الناس كلها عارفه كويس قوي بتعمل ايه، بقى انفخ لي كاوتشه العجل على 5.5. ولقيته بقى حد بيقول لي على مبدا النقل، اللي هو كده انت بتنقلي كده وبتنقلي كده، فانا بتعلم النقل وانا طالعه على الطريق. المهم طلعت، قلت خلاص ابتديت، طلعنا الناس كلها ابتدت. اول بقى ايه، كنا كل 10 كيلو بنبتدي بنعمل 10 كيلو وبعدين نقف نشرب ميه مش عارف ايه. فابتدينا اول 10 كيلو، انا ابتديت ركبت العجله وراح الهلمت اللي فوق دماغي دي وقع لورا، واول ما وقعت لورا ابتديت طبعا بقى ضربات قلب سريعه وايدي بقى بتعرق موت وخلاص انا قلبي هيقف، والناس بقى كلها عدت والعجله يا دوبك انا بحاول اظبطها. مهم مشينا في ستريت لاين، فضلت ماشيه. ما اقدرش اقول لكم ان اول 10 كيلو دول كانوا اي حاجه غير ان هم كانوا رعب، كنت مذعوره. بس وصلت اول 10 كيلو، نزلت من على العجله، طبعا
يعني تلفظت بألفاظ غير مناسبة وقتها، ولكن نزلت من العجلة وشربت مية وات ايفر اللي حصل وتنفست، وبعدين قررت اطلع تاني اركب تاني ال10 كيلو اللي بعدها. فركبنا ال10 كيلو اللي بعدها، وبعدين ال10 اللي بعدها، وبعدين ال10 بقى و20، وبعدين وصلت الفيوم. بس على ما وصلت الفيوم انا والخوف بيستيز خلاص. اتعودت قوي 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 على فكره اني هركب العجله وضربات قلبي هتعلى ونفسي هيروح وايدي هتعرق، وبعدين هتبطل، وبعدين هنزل، وبعدين هيجي تاني، وبعدين هكمل. فدي كانت اول تجربه، مش اول تجربه، دي من اكتر التجارب اللي اثرت فيا جدا مع فكره انه الخوف ما بيختفيش. انا ممكن افضل اخاف طول الوقت، ولكن البني ادم بيتمرن. ودي تاني نقطه هي التمرين. غير ان انا هصادق الخوف، هنبقى اصحاب، انا مش هرفضه ومش هقول عليه ان هو حاجه وحشه، هو موجود علشان ينقذ حياتي. انا بقى كمان مش بس هصادقه ونبقى اصدقاء بستيز، انا كمان هتمرن عليه. مره سافرت اكوادور مع سلمى صاحبتي، انا وسلمى كنا بنحب نسافر اماكن غريبه جدا، ورحنا اكوادور وقابلنا واحده بنت انجليزيه هناك. وفي يوم من الايام قررنا نروح نتمشى في وسط شلالات، كنا قاعدين زي مزرعه لذيذه قوي كانت جنب بركان طلعناه برضو. انا عارفه طبعا بقول لكم انا شجاعه، انا جبانه، وبعدين بقول لكم بركان، بس صدقوني الموضوع ده اخد رقات يعني. لكن فروحنا انا وسلمى قابلنا البنت دي وقررنا نتمشى في الشلالات دي. وكانت شلال عباره عن صخور كبيره، احنا بننط من صخره لصخره، وفي النص النهر بيجري، في النص الميه بتعدي في النص. طبعا انا بالنسبه لي المسافه ما بين الصخره والصخره في وجهه نظري وقتها كانت ضخمه جدا، ولكن الحقيقه طبعا ان هي كانت غالبا حاجه قد كده يعني. ولكن الخوف وقتها كان محسسني ان انا كنت ماشيه على ايدي وعلى رجلي، يعني ركبي وعلى ايدي، وهم بقى عمالين يمشوا ينطوا من صخره لصخره زي الفراشات يعني. لدرجه ان انا بصيت عليهم وفي مخي قلت يا نهار ابيض، دول فعلا عاملين زي الفراشات. وطبعا قارنت نفسي وحسيت ان انا لوزر، وحسيت اللي هو ايه العبط ده يا ساره بقى، طالي بقى جبن. المهم يعدي السنين، الكلام ده كان في 2011، تعدي السنين وفي 2000 في 2023 او 24 قررت اروح كولومبيا مع رغده صاحبتي. ولما رحنا كولومبيا قلت لها بقول لك ايه يا رغده، انا في رحله عايزه اعملها جدا. هي رحله عباره عن 4 ايام مشي، بنمشي وسط الادغال الكولومبيه وبنوصل لمكان اسمه لوست سيتي. فرغده قالت لي انا معاكي، اول مره تسافر معايا وكانت اخر مره تسافر معايا، وهحكي لكم برضو شويه على رغده. ولكن اللي حصل انه قررنا نطلع الرحله دي. لما قررنا نطلع الرحله دي حصل حاجتين، دي كانت من اكتر الاوقات اللي فهمت فيها الخوف. اول حاجه ان رغده ما كانتش مصدقه انه انا شخص كان بيخاف. كانت بالنسبه لها بتبص لي بتقول حاسه ان انا شخص شجاع جدا لان انا واخده قرار الرحله و تاني حاجه ان في واحده ست هولنديه كانت معانا، ست هولنديه يعني متعوده على الطبيعه من النوع ده. لقيتها في يوم بتقول لي انت بتفكري عماله تتمشي وسط الهايك دي زي الفراشه. اول ما قالت لي كده انا اتصدمت، حسيت للحظه اللي هو يا نهار ابيض، انا الفراشه يعني انا الفراشه دلوقتي. الرحله دي عامه خلتني ارفلكت كتير جدا على رحلتي مع الخوف او تطوري مع الخوف، لان لقيت نفسي متمرنه. فزي ما بقول لكم هو مش مساله انه فلان اشجع مني او ان انا اجبن من فلان، لكن بتفرق قوي. انا عملت الموضوع ده كام مره قبل كده. اول هايك اكيد كنت مرعوبه اكتر بكتير من تاني مره، من تالت مره. اول مره بنعمل اي شيء في الدنيا بنبقى خايفين منه غير تاني غير تالت مره. فالتمرين على التغلب على الخوف من اهم الحلول اللي احنا محتاجين نفهمها او نتعرف عليها. حاجه كمان فرقت معايا قوي، من حاجتين فرقوا معايا قوي هم مربوطين ببعض. اول حاجه هي اني اتجاهل الخوف ولا اديله اهتمام، وتاني حاجه اديله اهتمام قد ايه، يعني ااكله ولا اجوعه. ناخدها حاجه حاجه. اولا لو انا تجاهلته تماما خالص، اعتبرت ان هو مش موجود، ده مش شيء صحي برضو، لان انا ما بقولش ان الخوف موجود، مش بعترف بوجوده. فلو انا ما اعترفتش بوجوده عمري ما هعرف اتغلب عليه. يعني لو انا النهارده اقتنعت فعلا انه الرحله الفلانيه خطر على حياتي، مش ان انا خايفه منها، then معناها ان انا
مش هعرف اتغلب. ما هنا مقتنعه، ما ده المخ بيعمله، بيقنع الواحد ان الظروف الخارجيه دي خطر عليه، مش انه هو خايف منها. اول حاجه هو الاعتراف بالخوف. الخوف ما بيلزقش، يعني انا النهارده لو خفت عادي هبص على الخوف، مش معناها ان انا if I admit او لو اعترفت ان الخوف ده موجود ما لزقش، عادي it's okay. تاني حاجه هي عرفنا ان انا خايف، عرفنا بقى خلصنا، مش هنفضل قاعدين نعيد ونزيد ونعيد ونزيد. كان عندنا ريتريت قريب وكان معانا حد في الريتريت، كان خدت بالي جدا ان احنا اول ما بنبقى طالعين هايك او حاجه هو خايف منها ما بيبطلش كلام عن الموضوع، عمال ياكل خوفه ربرب، وبقى قاعد واخد راحته جدا لانه هو عمال يفيد ذا فير، عمال يفكر في السيناريوز، فالخوف عمال يكبر لما زي لما بناكل اي شيء او لما بنروي بذره. فقلت له وقتها، قلت له بص انت النهارده طول ما انت ما وصلتش للهايك انت مش محتاج تتعامل مع الموضوع، فما نقعدش بقى ايه ناكل ونرعب في اللي حوالينا و تاني حاجه لما بقى نوصل عند السبب بتاع الخوف نبتدي نخاف عادي في ايدينا، يعني ممكن تخاف كمان 3 دقايق، مش لازم تخاف حاجه، او ممكن تخاف كمان نص ساعه. اخر حاجه فرقت معايا قوي قوي هي تقسيم الحاجه الى حاجات صغيره. يعني ايه؟ يعني انا النهارده خايفه اعمل هايك، لو انا فكرت في كل الاسباب اللي تخليني اخاف من الهايك انا مش هعملها، لكن انا كل اللي محتاجه افكر فيه هي اول خطوه، البس الجزمه، البس البنطلون، اخد الخطوه الاولانيه، اخد شنطتي، اخد نضارتي، اخد اول خطوه. وصلت لحته صعبه، اوكي انا محتاجه اركز انا همسك ايه، فانا بقسمها حتت صغيره وبتنفس في خلال هذه القطع الصغيره. فدي فرقت معايا قوي قوي. حاجه كمان فرقت معايا قوي هي الاهتمام بالغير. اكتشفت ان انا لما يبقى حد حواليا مرعوب وانا مهتمه بيه انا بنسى خوفي. فده معناها ايه؟ معناها ان الخوف ده نسبي، معناها انه هو مش واقع، دي وجهة نظر. يعني انا النهارده كنت طالعه لبنان، كنا بنعمل هايك في لبنان وكانت معانا واحده صاحبتي جدا جدا، الخوف كانت بتخاف جدا من فجأة اسمها ايه دي، شي فروز فجأة، مش راضيه تتحرك ومش قادره تبتدي الهايك ومرعوبه مرعوبه. فمسكت ايديها خدتها كده انجاجي وابتدينا نتمشى مع بعض، عملنا الهايك كلها مع بعض. وطول الهايك انا عماله اسالها على مواضيع هي بتحبها، اللي هو مواضيع في حياتها. فابتدت تحكي لي وانا عماله تحكي لي، هي عماله تنسى الخوف وانا عماله انسى الخوف، لان انا شايله همها او مش شايله همها، مهتميه بيها او مركزه معاها. فبركز على ايه بيفرق قوي 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 قوي. زي ما الراجل قال لي وانا بركب العجله ما تبصيش تحت، بصي قدامك. نفس الكلام في الخوف، لو انا خايفه اني اعدي الصخره ما تبصيش على الصخره، بصي انا رايحه فين، بص انت رايح فين. بيفرق قوي قوي. مفيش حد اشجع من حد. الخوف مش نهايه العالم، الخوف مش حاجه وحشه، الخوف بيحمينا، الخوف ما بيلزقش. وكل ما نتعرف عليه ونبقى يبقى صديق او يبقى صديقه، وكل ما يبقى بنتمرن عليه كل ما بنعرف نتعامل معاه كويس قوي. شكرا. انا اسمي ساره عبد المنعم، ودي كانت حلقه الخوف من طريق للسكون. سهل قوي ان الواحد يلاقي السكون لما يبقى قاعد فوق جبل بعيد عن البراكين والمصائب، ولكن صعب انه يلاقي السكون كل يوم لما بيبقى خايف من الناس ما تحبوش او ما تقبلوش او ان هو يخسر حاجه. فدي حلقه من حلقاتنا. شكرا. Please like, subscribe. Hoppa Lisa. Thank you. Bye.